في ناس بتبعت لي عايزين يعملوا مواقع، عارف انت اللي هو بيبيع كل حاجه زي امازون والحاجات دي. فانا بقول له هتفتح موقع زي ده ليه؟ يعني استفاد ايه؟ فكر ان انت اول ما هتفتح حاجه زي كده تضرب منك بتبيع كل حاجه. بقول له لا طبعا. بقول لي ازاي ومش ازاي؟ انت شفت امازون وشفت السوق كان عامل ازاي وقبل ما يبقى امازون. دخلنا في قصه طويله قوي كده. بعد كده بقى قلت له ايه؟ قلت له هو امازون لما اول ما طلعت او اول ما الشركه دي اتاسست كانت ايه اصلا؟ قال لي كانت بتبيع برضه وكله. قلت له مفيش الكلام ده بدأ بنيش واحد. قال لي ازاي يعني؟ قلت له خش سرش، انت بتشوف بس اللي قدام عينيك. طب انت شفت الكواليس؟ شفت قبل كده كانوا بادئين ازاي؟ عاملين ايه؟ لا انت لازم على الاقل تبدا بنيش واحد، تخصص واحد. في ناس بتبدا بمنتج واحد وبعد كده تطور واحده واحده. مش صباح الخير معايا قرشين انا هفتح موقع فيه كل المنتجات. حتى لو معهوش قرشين ده ممكن يفتح موقع كل المنتجات بملاليم برضه. ما هو كده كده مش هيجيب المنتجات كله اونلاين يا باشا خلاص دلوقتي. طب وليه تدخل نفسك في المتاهه دي؟ طب انت لما هتشتغل بقى على ماركتنج استراتيجي محترمه هتشتغل على ايه؟ ولا تبدا بايه؟ ولا تروح فين؟ ولا تيجي منين؟ ولا الادز تبدا على ايه؟ انت هتقعد بس ربع حياتك تست بس على البرودكت اللي عندك وتشوفهم اصلا كويسين ولا لا. قلت لك الفكره. واللي هيخش هيلاقي نفسه تايه. ما انت مش طالع بيرفكت بقى. اللي هيخش يتوه جوه. فسيادته لما يتوه انت شكرا. انت كده بترمي فلوس في الارض يا باشا خلاص. هتعوز ايه تاني يعني؟ اعمل لي بس فولو، اعمل لي فولو هتستفاد والله.